بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي الكريمات، متابعين الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلقاكم هذا المقطع في صحة جيدة، وأسأل الله العظيم لكل من يتابع هذه القناة أن يسعده في الدنيا والآخرة. كيف أنال مرتبة الأولياء وكيف أكون من أولياء الله الصالحين؟ ما هو العمل الذي سيقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وأكون من أولياء الله الصالحين؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو البوابة الأكبر إلى القلب، وهذه حقيقة لا جدال فيها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى وجوهكم وصوركم وأموالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فماذا أستفيد من غض البصر؟ يعني ماذا أجني إن غضيت البصر وقمت بهذه العبادة الصعبة؟ لأن في هذا الزمن يعني سبحان الله الفتن كثيرة في الخارج وفي الداخل وأينما يعني يوجد الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان لهم أجر 50 أو 40، في رواية 40 وفي رواية أخرى 50 من الصحابة. أجر الصحابة الذين كرسوا حياتهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. والإنسان الذي يغض بصره ويعبد الله حق عبادته في هذا الزمن يكون له أجر 50 أو في رواية 40 صحابيا. فما هي هذه المرتبة التي رزق الله سبحانه وتعالى الذين يتقون الله في هذا الزمن؟ لأن في هذا الزمن فتن كثيرة، لذلك من يتقي الله سينال أجرا عظيما ويذوق حلاوة الإيمان. لأن إن أطاع الإنسان الله عز وجل وغض بصره سيكون من الذين عملوا عملا قوي جدا، لأن غض البصر ليس سهلا. الناس تظن أن ذلك سهل، ولكن صعب بعض الشيء. ولكن عندما يذوق الإنسان لذة الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى فسيكون ذلك سهل جدا، لأنه سينال الدرجات العليا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل أيضا سيكرم هذا الإنسان بلذة البكاء في مناجاة الله سبحانه وتعالى. وكما قيل: من غض بصره غزرت عينه من خشية الله. وإذا استمر فتح الله له عين البصيرة، وهي عين القلب، ويأتيه كرامات وبشارات تخبره بحب الله عز وجل من حيث لا يحتسب، وأن الله معه، لأن من أطاع الله يكون الله عز وجل معه. وإن بلغت هذه الدرجة فسيكون دعاؤكم مستجاب، لأن من ترك شيئا لله عوضه خير منه. حديث قدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل قال: إن البصر سهم من سهام إبليس المسمومة، من تركها من مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال مجاهد: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله سبحانه وتعالى.
فإن أحببتم أن تكونوا من أولياء الله الصالحين وأيضا أن تنالوا درجة الأولياء، فغض البصر هو الطريق الأول والقوي لنيل ذلك، لأن بغض البصر تكون قد أغلقت وأغلقت باب الفتن الكثيرة التي لا تعد ولا وتحصى. وأسأل الله العظيم أن يبارك في هذه الأمة وأن يصلح شأنها وأن يهدينا ويهديكم ويهدي أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. وهذا والله أعلى وأعلم. وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على المتابعة.